السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على الجميع وأهلا بيكم. النهاردة وبعد تفكير طويل وتردد كتير يمكن دام لشهور قررت أعمل محتوى. المحتوى ده هيكون عبارة عن فيديوهات هنشرها على قناتي على اليوتيوب اللي هي قناة الدكتور مصطفى يونس بين قوسين أعرف تاريخك. وبما إن مصطفى يونس متخصص في التاريخ، الفيديوهات دي هتتناول موضوعات متنوعة ومختلفة. أتمنى أنها تنال قبولكم إن شاء الله وتنال إعجابكم. هتتنوع هذه الفيديوهات ما بين موضوعات مختلفة، مثل الدراما التاريخية مثلا. الدراما التاريخية، لو طرحنا سؤال: هل نقدر ناخد من الدراما التاريخية تاريخ حقيقي موثق وأحداث تاريخية حقيقية، ولا في معايير بتحكم صناعة الدراما التاريخية بتشوه الأحداث التاريخية؟ هنتكلم عن بعض الأحداث التاريخية بعينها اللي فيها إيجابيات ومميزات، وهنتكلم عن بعض الأحداث أو الدراما التاريخية اللي فيها سلبيات. هنتكلم كمان عن نقطة مهمة جدا، وهي إن كتير جدا من الناس بيظنوا إن التاريخ هو تاريخ الحكام، تاريخ الساسة، تاريخ الحروب، تاريخ القصور، وبيتركوا فكرة إن أي حاجة ليها تاريخ. النبات والزروع والثمار ليها تاريخ. العلوم كالطب والهندسة والفلسفة والفقه والحديث والتاريخ والجغرافيا والعلم الاجتماع وعلم النفس، العلوم دي كلها ليها تاريخ. الرياضة، الألعاب اللي عندنا، المصارعة، الألعاب القوى، الألعاب القتالية، الألعاب الفردية، الألعاب الجماعية، كرة السلة، كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة الماء، كل الحاجات دي ليها تاريخ. اللي ناس كتيرة ما تعرفوش ان في حاجات من ديت بيرجع تاريخها للحضارة الفرعونية، في حاجات بيرجع تاريخها للعصور الوسطى في العالم الإسلامي وفي أوروبا، حاجات بيرجع تاريخها للحضارة الهندية والحضارة الصينية، حاجات بيرجع تاريخها للأمريكتين مع اكتشاف أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، حاجات يرجع تاريخها ل3000 سنة قبل الميلاد، وحاجات من 200 سنة، وحاجات من 300 سنة. كل ده تاريخ هنلقي نظر عليه وهنلقي الضوء عليه بداية من بكرة إن شاء الله. 1 مايو 2023 هيكون عندنا فيديوهات متنوعة على قناتنا، اللي هسيب لكم اللينك بتاعها أسفل الفيديو. انتظرونا.